هقول لك شويه حاجات لو انت اكلت حلويات او سكريات، لو عملتها اكن الغلطه دي ما حصلتش، بس لو دي مره واحده بس في الاسبوع، بس بشرط ان لازم تعمل كل دول. الحاجه الاولى، لو انت رايح تاكل سكريات فاولا لازم تخلي في الوقت القريب منها جدا الياف وبروتين ودهون صحيه. طبق سلطه بمعلقه زيت زيتون والبروتين. ليه؟ لان دول كلهم بيمنعوا الارتفاع المفاجئ بتاع الانسولين. لان من الاخر هو اصلا ده الفيديو كله، ان لو ده حصل الجلوكوز سبايك هيحصل الاول، بعد كده الانسولين سبايك. فبيحصل ثلاث حاجات: بتجوع واحتياجك للسكر عمال بيزيد ومنظومه حرقك بتقل. فعشان نمنع دول بنعمل ايه؟ بنعمل كل اللي في الفيديو، بس النقطه اللي انا قلتها انها تخلي الياف دهون صحيه وخضار. لان تخيل معايا كده ان لو انت بعدها ما اكلتش بعدها حاجه وما اتعشتش بقى وخدتيه طبق فاكهه، لو خدت فاكهه بعد السكريات فانت عمال بتعلي السكر اكتر واكتر، فبتجوع اكتر واكتر، وانا شايفك تصحى بالليل طعم بقك ممرر عاوز سكريات اكتر. حصل ولا ما حصلش؟ فبقى ده اول حاجه. طيب تاني حاجه، في مشروبين لازم تعملهم هيفرقوا لك جدا. اول حاجه ان ممكن طبق السلطه تحط عليها معلقه خل تفاح. خل التفاح مهم جدا، بيقلل برده الارتفاع المفاجئ بتاع سكر الدم. وممكن تعمل كوبايه ميه عليها معلقه بذور شيا منقوعه ساعتين، عليها رشه قرفه، عليها معلقه خل تفاح، وممكن برده تشربها. او ممكن تشرب اصلا قرفه، القرفه برده بتحافظ على مستوى السكر في الدم. طيب الرياضه، 10 دقائق هيت اكسرسايز، 10 دقائق رياضه سريعه عماله بتعلي فيها ضربات قلبك وتنزل، دي بتقلل مستوى السكر في الدم، فبرده دي هتكون مفيده جدا. طيب كلمه السر في كل ده ان لازم تصوم على طول. يا ريت بعد ما اكلت السكريات وكلت الوجبه اللي فيها بروتين ودهون صحيه والياف تصوم. لازم تصوم وقت طويل جدا من 16 ل 18 ساعه. الوجبه الاولى 3 بيضات مع معلقه زيت زيتون، خلاص الموضوع ده انتهى. يعني خناقه صعبه واديت الابطال وما تلخبطش تاني.